من الممارسات الخطيرة في منطقة الخليج ما يعرف بالتفحيط، وهو قيادة للسيارات فيها خطورة لا تخلو أحيانا من رعونة في طلب الإثارة واستعراض المهارات. لكن أخطر من التفحيط بالسيارة التفحيط في مجال السياسة. كان كل شيء يبدو هادئا في منطقة الخليج، ثم فجأة بدا ل3 دول خليجية أن تكسر سكينة شهر رمضان بتفحيط سياسي مثل خروجا صارخا على مواضعات السياسة والدبلوماسية والأعراف. تخلصوا من قطر يخلو لكم وجه ترامب. ضاقت الدول ال3 ومن تبعها بغير إحسان بالدبلوماسية، فما رأت فيها متسعا عند الأزمات. للدول الراشدة تعبيرات شتى عن الضيق بممارسات دولة أخرى، منها استدعاء السفراء وتخفيض مستوى التمثيل ليكون أقل من سفير. وفي الأعراف متسع كذلك عن الفجور في الخلاف، لا سيما في دول الخليج التي أسقطت مؤسسات المجتمع البدوي على هيكل الدولة الحديثة. ائتمار الدول ال3 وتابعيها على الإضرار بقطر بدأ بأكذوبة كبرى، وهي خطاب منتحل نسب إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتنقله وكالة الأنباء الرسمية للدولة، بما يدفع عنه شبهة الانتحال. ثم تتكشف الكذبة الكبرى عن مؤامرة محكمة، وهي اختراق التحصين الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية نفسها. كان يكفي كل ذي عقل أن يرتدع عن الاستجابة لإغواء النيل من قطر بما صدر عنها من بيان في واقعة الاختراق. لكن ما الحيلة والكذب يقود إلى الكذب. قال الناسجون على منوال الحسد والكراهية إن قطر تدعم الإرهاب، والإرهاب يردك إلى مشهد النار والرماد في برجي مركز التجارة العالمي. إنه المشهد الذي وقعت السعودية بسببه تحت طائلة الاتهام بالإرهاب زمانا طويلا، تحتال لدفعه بالمال تارة، وبالتضييق على الفضاء الذي تعمل فيه المنظمات الإغاثية الإسلامية تارة أخرى. المفارقة أن السعودية وبمشقة لم تزعفها الحيلة أرادت أن تنسلخ تماما مما اتهمها به الغرب 16 عاما، فرمت التهمة أمام باب أقرب جار لها: قطر إرهابية. ثم بدأ قرال المنشدين: قطر إرهابية، قطر إرهابية. قطر تدعم حماس، ولعل من حق القطريين أن يسألوا: وما الضير وما الأذى الذي سيلحق بدول الخليج ال3 وتابعيهم من دعم قطر لحماس إن هي فعلت؟ وهنا ربما كان من حق الرأي العام العربي والإسلامي، وعلى نحو أخص مجتمعات هذه الدول الخليجية ال3، أن يعرف المقاطعون طبيعة الاتهام في دعم حماس. وإحدى الدول الخليجية المقاطعة وهي المملكة العربية السعودية لها سبق في دعم المقاتلين من أجل تحرير أوطانهم، فقد كانت السعودية وأمريكا رعاة الجهاد المقدس في أفغانستان، أو سمه النضال، لتحسس الليبراليين الجدد من لفظ إرهابي كالجهاد. ولعل أطرف ما كشفته حبكة مؤامرة الدول الخليجية ال3 وتابعيهم بغير إحسان هو عمل دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع لتشويه صورة قطر مع مؤسسة صهيونية الهوى تحمل اسم الدفاع عن الديمقراطيات. وسيكون متروكا للسامع مشقة عقد العلاقة بين الإمارات وبين الدفاع عن الديمقراطيات. لقد انتبه العالم إلى فجاجة الأكذوبة، من ألمانيا التي رفضت فرض الحصار على قطر، إلى تركيا التي نشطت اتفاقاتها العسكرية مع الدوحة، إلى ترامب نفسه الراعي الحصري لأزمة الخليج الذي دعا إلى إنهاء الحصار لأنه يضر بالحرب على الإرهاب. ولم يبقى أمام المفحطين السياسيين غير العودة إلى الجادة التي هي الدبلوماسية والأعراف وأدب الجوار والحوار. أما حكم أذية المسلم للمسلم وحصاره ومنع الطعام عنه، فذلك ما سكت عنه علماء الدين تقية أو جهلا بالحكم، ولهم أن يتأسوا برأي الفقيه تيلرسون الذي استبشع حصار المسلم للمسلم في شهر رمضان. Especially during this holy month of Ramadan, but they can be addressed immediately.